السلام عليكم ليكيب. اليوم جيت نوري لكم الكبش اللي شريته في العيد. شوفوا معايا. السلام عليكم خويا جلال. السلام عليكم. واش راك؟ والله لاباس. لاباس. اهضر لي على الكبش. خويا هادي راك تشوف ربي يبارك ما شاء الله. نورمالمون احسن كبش في الجزائر دا خويا ياسين. اكبر كبش في الجزائر. في الجزائر راكو قاعدين تشوف. الله يبارك. ربي يبارك. هذه السلعه تاع القرمول. فيديو تدمع له العين لشاب جزائري اشترى كبش لعائلته بقيمة 21 مليون، ونشر فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرض لإهانات كثيرة من سب وشتم في التعليقات. شاهدوا قصته التي جعلته يشتري كبشا كبيرا بهذا السعر. بها والتفاهة وصلت بها نقص التربية لهذه الدرجة. دوك نهضروها دركا حابين يطلعوا. المهم يحب يطلع بصح ما تسبنيش ما تطيحليش. اخي انا مانيش تاع سبان وتطيح، ما نحبش نطيح. انا حبيت نقول لك حاجه برك اخي. انا الكبش هذا علاش شريت هذا الكبش وقاعد نتباهى قلت شريت اكبر كبش باسكو حاب ندير غدوه فيديو ونطلقوا الناس كامل تشوف علاش شريت انايا اكبر كبش. خاوتي انا انسان نض فقير، انا انسان نض بابا قدو قد الحال. كان مره يشري لنا الكبش مره ما يشري لناش. جماعه لي ريكورد راكو معايا. هذه الحكايه ماذا بكم غدوه نشوفها في لي ريكورد كامل. غدوه نزيد ندير فيديو انا ونطلقوا. انا يا ليكيب انا انسان تربيت قدي قد حالي. كي نقول لكم انا تربيت قدي قد حالي يعني عائله جزائريه بسيطه. خاوتي انا كي كنت صغير واحد العام من العوام كان بابا كان موش راح يشري لنا الكبش. كنا ماناش رايحين نعيدو يعني مدايرين في بالنا باللي خلاص ما كانش. وحنا كنا صغار درك الواحد ماشي كيما يعود كبير. احنا صغار نشوفوا حتى الجيران نشوفوا منا نبكيو بابا وحنا ما عيدوش جيب لنا العيد ودبر راسك ومنا. واش صرا؟ بابا مسكين في ليله العيد راح شرى لنا خروف صغير 6 شهور. هذاك وين ولا جايز للضحيه. هذاك الخروف اللي جابو بابا صغير بزاف، جابو هازو شي بابا مسكين. هذيك ليماج تحفرت لي في راسي. بابا حنا قاعدين كيما نقولوا وين نسكن ورا الباطيمه، هو جا من هي في ليله العيد جا بابا هز كبش صغير وجا هزو جاي. كي جا كي دخلنا للدار قال لنا المهم خاوتي ولادي انا جبت اللي نقدر راني تسلفتو منا المهم جبت لكم. وانا قلتها له بالهضره هذه كان في عمري ما نقول لك 12 عام ما نقول لكم 13 عام. قلت له بابا نكبر نجيب لك اكبر كبش. قلت له نكبر نخدم ونطيح ونوض ونجيب لك كبش كبير نخلي الناس بكل تشوف الكبش اللي شريته لك. بقات في راسي مصومه. اللي كيب انايا كي بدا تطلع بيا الحال كي بدا يطلع بيا الحال كنت نبعث لبابا باش يشري كبش كبير ما يحبش بابا باش يشري كبش كبير. كي سهل عليا ربي هذا اول عيد عندي 7 سنين ملي تغربت. هذا اول عيد كنعيد في بلادي في الجزائر ورحت شريت كبش كبير. وبالعاني درت هذاك الفيديو بالعاني باش نقول للناس باللي كي تشوف واحد شرا كبش كبير ولا باباك ما يعيد لكش ولا هذيك ماهيش حاجه مركب نقص. هذيك لازم ديرها في قلبك باش انت تخدم ودير القلب. ومره خلاف انت تاني تشري لباباك الكبش المخير. فهمت كيفاش؟ هذا هو كيفاش يقولوا المغزى من هذه الحكايه كامل. انك ما تدي غير اللي كاتب لك وما دامك